شاب تقول له هاي بيوت العنكبوت في زوايا المنزل تسبب الفقر، وإذا تروح تقلم أظافرك وتقص شعرك في بعض أيام الشهر هذا يسبب الفقر وقد يسبب الابتلاء، وأن تبيت القمامة في بيتك هذا قد يسبب الفقر، وأن تنظف مقدمة البيت هاي من مسببات الغنى، وكلها روايات عن آل البيت عليهم السلام. ينظر لك بتوجس، مو عجب الكلام، وربما طالبك بسند الروايات، وربما كان أكثر جرأة وقال هذه مجرد خرافات. لكن لما تغير لغتك تقول له في الفونك شوي، في علم طاقة المكان، هو مو اسمه علم لكن نسميه علم طاقة المكان الصيني، يقول بأن بيوت العنكبوت في زوايا المنزل وقذارة المنزل معيقة لطاقة الثراء لأهل المنزل. واو، يتعجب، يقول عجيب هذا العلم مبهر. طيب ما احنا موجود عندنا نفسه موجود وأعمق وأوسع وأغزر في علوم آل البيت، لماذا تنبهر بما عند غيرنا وأنت مذهول ناسي ما عندنا وعند آل البيت عليهم السلام؟ لا أخواني، احنا ما نغلق الباب تماما ونتعصب نقول فقط رواياتنا وخلاص ما نتقبل أي شيء، لا، ولا نفتح الباب على مصراعيه، نسمع من فلان، نسمع من الزن، من التاو، من الرواقية، من الثقافة الغربية، من الشرقية، ولكن نجعل مسطرتنا ومرجعيتنا